انت عمرك رحت تشتري حاجة كنت بتجيبها قبل كده ولقيت سعرها زاد؟ مش بس كده، ده كمان كمية الحاجة نفسها أو جودتها بقت أقل. والسؤال اللي بيخطر في بال أي حد، هو أنا مجنون ولا فعلا ال100 جنيه بقت بتجيب حاجات أقل؟ صدقني أنت مش مجنون. اللي بيحصل ده حاجة اسمها التضخم، وهو السبب الرئيسي في إن الأسعار بتغلى والقيمة الشرائية للفلوس بتقل. خليك معايا النهاردة لآخر الفيديو، عشان مش بس هتفهم يعني ايه تضخم وأسبابه، لكن كمان هقولك شوية خطوات عملية ازاي تحمي نفسك وتتعامل معاه. واكتب لي في التعليقات ايه أكتر حاجة لاحظت سعرها زاد في السنة الأخيرة. طيب خلينا الأول نعرف يعني ايه تضخم. بص يا سيدي، التضخم هو ببساطة إن الأسعار بتزيد بشكل عام في البلد، والفلوس اللي في جيبك بتبقى قيمتها أقل. يعني لو النهاردة كيلو الرز ب30 جنيه وبعد سنة بقى ب40 جنيه، يبقى حصل تضخم بنسبة حوالي 33% في سعر الرز. لكن التضخم مش بس على منتج واحد، لا، هو بيأثر على أغلب الحاجات: أكل، شرب، لبس، مواصلات، كهرباء، حتى الخدمات زي الدكاترة أو الحلاق. الفكرة الأساسية إن القوة الشرائية للعملة بتقل. القوة الشرائية يعني إيه؟ يعني ال100 جنيه اللي كنت بتشتري بيها 10 حاجات بقت النهاردة بتشتري 7 أو 6 حاجات، وهكذا. طيب ليه التضخم بيحصل أو إيه أسبابه؟ التضخم ليه أسباب كتير، بس خليني أشرحهم لك بأسلوب بسيط. أول حاجة زيادة الطلب على المنتجات. لو الناس معاها فلوس أكتر وعايزة تشتري بس الكمية اللي موجودة من المنتجات قليلة، الأسعار هتعلى. مثال: لو في 10 علب لبن في السوبر ماركت و20 واحد عايزين يشتروا، التاجر ممكن يزود السعر لأنه عارف إن في منافسة على المنتج. تاني حاجة زيادة تكلفة الإنتاج. لو تكلفة المواد الخام أو أجور العمال أو الكهرباء أو النقل زادت، الشركات هتزود أسعار منتجاتها علشان تعوض. مثال: لو البنزين غلي، تكلفة نقل الخضار هتعلى، في الآخر السعر على المستهلك هيزيد. تالت حاجة طباعة فلوس أكتر من غير إنتاج قصادها. لو الحكومة قررت تطبع فلوس كتير من غير ما يكون في زيادة حقيقية في السلع أو الخدمات، الفلوس هتكون كتير لكن البضاعة قليلة، فالأسعار هتعلى. وده حصل في دول كتير. النتيجة كانت تضخم جامد، وفي بعض الحالات بيوصل لمرحلة الناس تبطل تستخدم العملة نفسها. رابع حاجة التغيرات العالمية والأزمات، زي الحروب، الأوبئة، الأزمات الاقتصادية العالمية. مثال أزمة كورونا، النقل والشحن اتأثروا والمصانع وقفت، فالإمدادات قلت والأسعار زادت. وكمان الحرب في أوكرانيا أثرت على الأسعار، زي القمح وأسعار الزيوت في العالم كله. خامس حاجة التضخم المستورد. لو احنا بنستورد منتجات من بره وحصل ارتفاع في أسعارها عالميا أو العملة المحلية ضعفت قدام الدولار، الأسعار عندنا هتزيد حتى لو احنا ما عملناش حاجة. التضخم مش دايما حاجة وحشة. الغريب إن التضخم مش دايما سلبي. لو التضخم بسيط، مثلا 2% أو 3% في السنة، ده بيكون طبيعي وبيشجع الاقتصاد. المشكلة لما النسبة تبقى عالية جدا، وساعتها بندخل في مرحلة الغلا اللي بيخلي الناس مش قادرة تواكب الأسعار. إزاي التضخم بيأثر علينا في حياتنا اليومية؟ أول حاجة انخفاض القوى الشرائية، الفلوس اللي في جيبك ما بقتش تجيب نفس الكمية. تاني حاجة تغيير عادات الاستهلاك، الناس بتبدأ تدور على بدايل أرخص أو تقلل الكميات. تالت حاجة الضغط النفسي، الإحساس إن كل حاجة بتغلى بيعمل توتر وقلق. رابع حاجة الادخار بيقل قيمته. لو بتحوش فلوس تحت المرتبة من غير ما تستثمرها، قيمتها بتقل مع الوقت. دلوقتي هنيجي لسؤال مهم جدا، وهو ازاي تحمي نفسك من التضخم. دلوقتي وصلنا للجزء اللي يهمك أكتر: ازاي تتعامل مع التضخم وتقلل تأثيره عليك. في كذا طريقة. أول حاجة استثمر بدل ما تحوش. لو الفلوس مركونة في البيت أو في حساب توفير عادي، قيمتها هتقل. حاول تستثمر في حاجات زي شهادات أو ودائع بنكية بعائد عالي. تاني حاجة شراء أصول زي الذهب أو العقارات لو تقدر. الاستثمار في مشاريع أو أسهم، بس طبعا ده بعد دراسة. تاني حاجة قلل الديون. لو عليك قروض أو ديون بفوائد عالية، حاول تسددها بسرعة، لأن الفايدة زائد التضخم هتخلي الحمل أكبر كتير عليك.
تالت حاجة، اشتري بطريقة ذكية، يعني استغل العروض والخصومات. اشتري بالجملة لو الحاجة بتعيش معاك فترة. قارن الأسعار بين أكتر من مكان قبل ما تشتري. رابع حاجة، حاول تزود دخلك. التضخم بيقلل قيمة دخلك الحالي. الحل إنك تحاول تزود دخلك بمصدر إضافي. في كذا طريقة، زي شغل فريلانس، إنك تشتغل أونلاين على الإنترنت، مشروع صغير، أو مهارة جديدة تجيب لك دخل. خامس حاجة، حاول تحافظ على ميزانيتك، يعني سجل مصاريفك واعرف الفلوس بتروح فين. هتتفاجئ قد إيه في حاجات ممكن تستغنى عنها. سادس حاجة، ودي أهم حاجة، استثمر في نفسك. تعليمك ومهاراتك هم أكبر أمان ضد التضخم، لأن كل ما قيمتك في سوق العمل بتزيد، دخلك هيزيد. يعني الخلاصة، التضخم مش مجرد مصطلح اقتصادي، ده حاجة بتأثر علينا كل يوم واحنا بنشتري أكل، أو بندفع الفواتير، أو حتى واحنا بنحوش. لو فهمت أسبابه وعرفت إزاي تحمي نفسك، هتقدر تقلل تأثيره عليك وتعيش أذكى ماليا. المرة الجاية لما تلاقي الأسعار بتعلى، اسأل نفسك، هل السبب زيادة الطلب، ولا زيادة التكاليف، ولا فلوسنا قيمتها بتقل؟ لما تفهم، هتعرف تتصرف بدل ما تقول الأسعار نار وخلاص. تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل الجرس، واستنونا في الحلقة الجاية من يعني إيه، لأن أي سؤال وليه جواب. سلام.